وحشتوني يا فنزاتي يا اغلى من حياتي. ايه رايكم في الكلمه الحلوه دي؟ اتعلمتها قريب. طبعا والله مش كلام ولا اي حاجه، انا بحبكم وعاوزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني، وبشكركم على تعليقاتكم الحلوه وعلى لايكاتكم الحلوه دي. وانا فرحانه قوي 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 ان انتوا اخواتي وان انا عندي عيله زيكم كده، وبحبكم. وبشكر اي حد بيدخل على الخاص يكلمني بصوا يعني مش عايزه اقول لكم انا بحبكم اكتر ما انتوا بتحبوني. فيلا بقى ندخل نشوف هنعمل ايه. طبعا دي بنعمل صينيه سمك. اول حاجه بنحمر بصلايه كده، يعني بنحمرها كويس، يعني بتاخد لون كده بني كده، بس بني فاتح يعني مش محروق. هو تاخدوا نصيحتي كده وتقولوا اموله بتقول ايه، حمروا البصل قوي، فتقوموا حارقينها وتقولوا اموله اللي قالت. طبعا دي خلطة كده ماما بتعملها. دي توم وفلفل وكده، فلفل الوان وفلفل اخضر عادي، فلفل الوان فلفل اخضر بس، مش مفيش اي مشاكل. هي كده حطت معلقة منها بتدي يعني ريحة حلوة قوي للبصل والثوم وكده. هي فيها توم. طبعا بنعمل السمك ده ببصل وثوم والفلفل ده عايزة تحطيه براحتك، مش عايزة يعني عادي اختياري، بس هو يعني بيدي ريحة حلوة. طبعا مش بنحط الثوم مع البصل لان البصل بياخد وقت اكتر في التحمير، فلما بيجي كده يصفر شوية بنقوم حاطين الثوم. وبعدين بقى لما تحمره حطينا بقى الطماطم، عصير الطماطم ده، وحطينا بقى الفلفل والكمون والبهارات. بصوا مش عايزه اقول لكم على الريحه، يعني كانت ضرب نار. والملح طبعا ما ننسيش الملح. وبعدين بقى نسيبها تغلي كده وتتسبك كويس. انا سمعت كلامك اهو، ما بقيتش اقلب بمعالق سلستين. وهنا بقى في الجنب التاني كنا بنحمر السمك، ادوله لون حلو كده، لون ذهبي. حمروه كويس، ها مش تحرقوه. انا عارفه ان انتوا شطار واشطر مني كمان، بس ادينا بنعلم بعضينا. طبعا الطماطم اتسبكت حلو كده. وبعدين بقى ماما شالت شويه كده على جنب هتحطهم على وش السمك، عشان طبعا السمك يعني ما تكسرش، مش نقلبه يعني. وبعدين حطينا بقى شويه تونه على الوش كده. وهنحطها فين بعد كده يا اموله؟ هنسيبها على النار كده 5 دقايق يستووا مع بعض كده، والسمك يعني ياخد من طعم الطماطم. وبعدين هندخلها في الفرن، هنحمر وش الصينيه كده. والصينيه التانية دي بقى فيها ايه؟ فيها سمك ايمن عامله بزيت وليمون ومرضيش يخلينا اصوره، بس كان طعمه حلو قوي. انا دقت كده حته منه كان جميل. بصوا فتحت لكم النور عشان تشوفوا، حلو قوي. بصوا بعد ما طلع ده صينيه ايمن هو فتحه كده من ظهره. وده الرز، عاملين رز ابيض مع السمك. بصوا الصينيه شكلها يعني يتاكل كده وهي على البوتاجاز. ميلي ميلي الله الله. جيوي اعملي لايك يا سلمى. هدفة هدفة وعد طبعا مش هجيبك يا وعد. هدفة اجيبها يا سلمى. لا شوفوا ايد واحده ايد واحده. خدها يا بنت راح تاخدها. بصوا والله العظيم ايمن اللي عامل ده، قلت له صورك ايمن قال لي لا لا، بس حلو. بصوا هو السمك ده اسمه سمك صياديه يا ماما، أيوة. بس انا بقى مش بحب رز صياديه زي ما ايمن اللي بيحبه. المره الجايه تعمل لنا. ايمن كان شغال في مطعم سمك، تمام، كان بيعمل لنا رز الصياديه والطحينه والحاجات دي. حطي معلقة طبعا نخلي الماما سلمى مستعجله. حطوا لايك. سلمى اللي مقطعه البصل ده هدفة وانا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. وأيمن عامل السمك وايمن عامل اللي عامل السمك السمك ده ونقطع الليمون. بولت سنجاري.
اهو زيت وليمون. خد جزرة. ده سمك زيت وليمون. وده فعلا كسرة كسرة كسرة. بس يلا حطوا لايك. اتفتح ازاي؟ يلا والله تتأمر ايه؟ تتأمر غير تقولها كده. لو اجيبكم تعذبي ماشي. والله يا زمن. قاسي. لا شو تعبانة بس غير كده مش عامل. والله 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 والله. ارش لك بعد كده اختراع. ها؟ قول. ارش لك مي وانت تدعكي. طب ما رش انا. لا المي صعبة عليها. ما تخافيش مفيش كهرباء. لا فيش انا رشيت لبنتك المية اهو يا تيجي تدعك يعني. لا اعمل يا ايمن لا امال. امال اللي اعمل. يلا. لا 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 الكلام ده ما ينفعنيش اقعد على ركبك. الله جامد. بضمير. كده حلو. هو عليك الاداء المغسله بتاخد على السكينه كام؟ والله يا ابني من 30 ل 50 في ايام الرخص. حاليا ممكن السكينه ب 100 جنيه. انا هعمل معاك تخفيض. بس يا واحد السكينه ب 150. ايه رايك؟ تمشي الكلام. قلت استفاد بك يا ايمن. تخليه يا لهوي. الاثنين ورايا بياكلوا طماطم. انت بقى تروح تعمل تسلى الركنه. الركنه؟ قلبي ماما. كله يلا كله. طبعا احنا لسه ما فرشناش الشقه، كل واحد بيعمل حاجه والله قالوا لامك تعبانه انا ما كنتش عاملها. تحرمش منك يا ايمن. انت بتلعب يا ايمن. ايوه روح اعمل الركنه لا مالكيش دعوه بقى. نضيفها يا ايمن بس يعني عشان. طب ما انا بقول لها يا نضيف. طب يلا. انا اخترعت عليها اختراع قلت لها رش لك ميه ودعك الاشرد. لا 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 يلا. هي اصلا ماما كانت رشه عليها قبل كده عشان اول تنزل. مرة في حياتي اشوف بس. شوف الميه اللي نازله دي كان السجاده قبلها ماما كانت. دعيت عليها مين؟ نضيفها. بعد ما نغسل السجاد بقى ان شاء الله تشوفوني وانا متعلقه بغسل البلاط ده. نعم. لازم انا اشوفك. تصدق يا ايمن نسينا نجيب السلم. لا الحاجات الصعبة ايمن يعني. هو السجاد صعب. تعال. انا مأكله اكلة سمك علشان يقدر يغسل انا السجاد. اللي عامل سمك انت هتشتغل. ايمن عامل نايبه في السمك. روح بعمل البتاع دي. ايه روح بقى خلينا نبدع كده. روح اعمل الركن. لا ما تفضلوش واقفين ليه؟ ومستنيين لما اخلص عشان تقول اعمل الركن. يلا. روح اعمل الركن. الله الله الله. الله يصلح لك حالك يا ايمن. ده خليها لك بتلمع. اللي عاوز يكتب السجاد يا جماعه. السجادة بكام يا ايمن؟ ايمن هينزل رقمه. ايمن اعمل ديسكاونت، عايزاك تخفض سعر الناس مش عادش لاقيه تاكل. روحوا. ما فيش صحة عندهم، ما بقوش بياكلوا. احنا اللي عندنا الصحة يعني. يلا يا ايمن خلاص بقى. ما انا بقول لك خلاص بقى تروح بقى تعمل البتاع دي. استاذ ايمن يلا كفايه. ماشي تحب يلا. تشتغل النص. خلصها بقى يا ايمن. هي تعيد عليها بقى. مش تعيد عليها يعني تيجي تبص عليها تشوف الدنيا فيها. مش كفاية خليك تاخد دش بعد ما تخلص. يلا يلا يا يوها هرجع لك تاني. اروح اشغل البنت سلمى. دي سلمى قاعده ومغطيه. هنروح نشوفها بتعمل ايه. بقى بتصور. الله 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 ينور يا ايمن. طبعا الحمام ده بعد السجاد هتعمل فيه انت عارف. اعمل فيها حاضر من غير ما تقول. يويو ممكن تشرح لنا بتعمل ايه؟ شايفين بعمل بيرش الزارع. جدع.
بروي الارض. قول لهم انت بتعمل ايه بعد اذنك. بعد اذنك بغسل السجاده يا اموله. طبعا بعد ما اغسل قول يا ايمن الخطوات. والله طبعا بننضف السجاده من الميه اللي كانت فيها الميه بصابون. اول حاجه قبل ما تفضل تزول فينا واعمل السجاده وما اعرفش ايه وتفضل تشتغل بس كده. خلاص نضفت دي اهي. كده حلو يا امل. ايوه طبعا هو شغال فيها من ساعتها. دي الميه نضفت على الارض. شايفه الميه عامله ازاي مثلا؟ شاطر يا ايه. شابوه مبسوطه مني؟ جدا. ما عادش تعملها تاني. يلا اللي بعده. ايه طلع عيد. شوفي بعده. ايه طلع عيد. اللي بعده. سيب لك ضمك نجرة ونزل لك بقى الوسخ اللي جوه. ما انت فردتها كذا مره. ماشي بالظبط كده. اخرة اللي يشغل دماغه. بس انت كده مركب لها رايل. كده حلو. ماشي يويو لسه برضه برضه مصممة. حلوه الفكره. لازم تصفي. وانا اللي هشيلها وانشرها. ماشي ما نصفي. يلا اللي بعد تعالى ورايا. كتر خيرك. بص انا عاوزه الميه تنزل بتلمع. روق عليها. الله ينور. والله ما شفتش اخ زيك يعني. ولا تشوف. اوعى ايمن لما تكبر تتغير على اختك حبيبتك الوحيده. عندك ضمير. لا هزودك كمان 5 جنيه يا ايمن. ما يعرفوش انك انت اللي دافع. طبعا احنا بقينا المغرب دلوقتي ولا امتى؟ ده عمل كده حلو قوي. ده جميل. ده الدور التاني انك تغسلها كده. مش عارف. ده الخامس. يلا كتر خير. مش هتحطها تنسى لما تصفى. تعبت يا ايمن. اخلي سلمى تكمل مكانك. طبعا كان نفسي اقول تعبت يا ايمن اكمل مكانك. مين؟ بقول لك اخلي سلمى تكمل مكانك لو انت تعبت. شكرا. انت اخويا وخايفه عليك يعني. هو خايف على مراته. ماليش ناقص مرة. جدع يعني. مش ناقص ايه؟ مرة. بحبك يا سلمى. هو بيقول عليك تجيش عليا. انتوا الاثنين. نبذة عن حب اخويا ليا. انت اللي هتعمل النص التاني بقى. لا خلاص يا ايمن انا هقفل واجيبك وانت بتغسلها من الميه. ماشي؟ خلاص انت صورتني وانا بعمل. خلاص كده حلو قوي كده. ايوه كده الميه نضفت. ثم انا كفايه فضايح بقى كده. فضايح ليه؟ مش احسن ما اختك هي اللي تقعد وتصور. انا قلت له هغسل السجاد اللي ابدا خالص. ما حصلش. ازاي كنا موجود يا امل وتغسل السجاد. اوعى تنطقها تاني. ما حصلش. نعم. انت اللي اكبرتيه اجبارا تاما. اشرف اخويا لو كان موجود دلوقتي كان هاص مع ايمن. كان جرى وراه. لا والله كان هو بيغسل. اشرف الله يخليه والله. ربنا يشفيه ويشفيه. يا رب. والله حلوه جدا. ايوه يا جميل. انت اللي جميل. انت احلى. شكرا يا سلمى موعد ممكن تجهزي العشاء لجوزك. ممكن بقى تخلفيني تبعد بعيد عني. يويو شوف ايمن. حرام عليك يا بنتي. المفروض انت اللي تغسلي. انت واقف قصادها كده ليه؟ المفروض انت اللي ده يطولك. لا دي مش لا وسخة. انت الخضرا يا عسل. مش وسخة والله. وريني شبشبك يا ماما. شبشب ماركة. يلا بقول لك يا بقى
بجد بجد مش غسل ما البتاع. عادش خلاص. لا مش غسل الركنة؟ لا انتوا وسام قام عليهم الركن. بس كده. هي دي الرجولة؟ ما عادش في رجوله. ربنا ما يفتحها. لا ما تقولش على نفسك كده. امال انت ايه؟ ماليش دعوه من ايمن. والله نضيفها يا ايمن. والله بتاعة المطبخ، كانت بتاعة المطبخ. ولسه مستمرة معانا رغم اللي حصل. يا عم تنضف مناخيرها. هفكت لك يا ايمن. ايمن انت هتاخد دش امتى؟ دلوقتي حالا صورنا انا باخد دش. لا ده ما انا بسألك علشان كده. علشان كده هفتح بس مباشر. طبعا الواي فاي لسه مركبش، يا رب يركب. الله ينور. الحمام ده بقى عايز نظافة يوم كامل. طبعا الفواصل في البلاط دي عاوزة تتغسل. عقبال ما الجدران اشوفك كده وانت قاعد على ركبك كده. هتشوفني. خلاص يا ايمن، خلاص يا ايمن عشان ما تعبرش نفسك. طبعا كده خلاص نشرنا السجاد بعد ما ايمن تعب فيه، وانا بشكرك يا ايمن انك الراعي الرسمي لفيديوهاتي. وما تنسوش اللايك بقى، وطبعا غسلنا البلاستيك ده كمان. مع السلامه.